السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية وين ما كنتوا تكونوا. اليوم بدنا نعملنا هيك مشوار سيران، هيك نعملنا شوية مشاوي، بس يعني بنعمل بدون تكاليف يعني، او تكاليف خفيفة ان شاء الله. بس بدي اعمل لكم تتبيلة اليوم، تتبيلة جنحان دجاج على كيفكم. هيا بينا نعمل لكم احلى تتبيلة، وشوفوا هالمشوار بنروحه ان شاء الله باذن الله بيعجبكم. يلا. هلا اول شيء نحن جايبين هون، شوفوا هون جايبين هون 3 كيلو جنحان دجاج، شايلين منه هي الراسية اللي ما لها طعمة هي. تمام. نجيب هدول عم نفصل هيك، شايفين في مفصل هون عنا، هذا نفصل نقطعهم هيك. كل ما صغرت القطعة كل ما صارت تستوي اسرع بالشوي. تمام. والجنحان اجمالا طيبة يعني، عرفتوا شلون؟ نقطعهم هيك بهذا الشكل. هلا بنروح لمرحلة ثانية. نغسل الدجاجات وشين وثلاثة. هلا في كتير انا عم بسمع انه عم بيقولوا انه الدجاج ما بيتغسل ولا تغسلوا الدجاج، يعني هي الاصوات كتير صرنا نسمعها هلا من جديد يعني. انا بصراحة ما اذا انا مع العلم ومع الدراسات ومع التطور ومع كل شيء اذا بدكم، بس بدي دراسة مقنعة. في دراسة مقنعة انه تغسيل الدجاج بالمي بزيد البكتيريا اللي فيه. اذا بالكورونا كانوا يقولوا لازم تغسل ايديك 20 ثانية بالمي وبتطهر كل شيء، فما بالكم من باب اولى انه يكون هيك. غير هيك نحن راح نغسلهم هلا بمي، نرجع نحط لهم خل، نغسلهم بالخل. فشي طبيعي انه الخل كمان يعني بيقتل كل شيء، والملح طبعا. وهلا هيك شوية خل. يا سلام. خبرونا والله بالتعليقات مين بيغسل الدجاج، ومين مقتنع بانه ما يتغسل الدجاج، ومين ما مقتنع، واذا مقتنع ليش، واذا مو مقتنع ليش. هلا غسلناهم بالخل. شو رايكم؟ اذا الخضار بحطوا لها شويه خل بتنظف كل البكتيريا اللي فيها، من باب اولى كمان نفس العمليه هون. هلا هون في عنا محضر الطعام، وهون في عنا ليمونتين وبردقانه. البردقانه بنعمل لها هيك بقشرتها كل اغراضها، نمسكها نحطها هون. هاي البردقانه اذا في بذرة تشيلوها. تعمل لكم طعم رائع. معلقة دبس بندورة، معلقة تانية. كم حبة بندورة؟ يعني 4 حبات وسط. شي 3 معالق لبن روب، 3 معالق طعام يعني. شغلة معلقة ملح، معلقة ونص تقريبا. في عنا هون معلقة طعام زعتر بري. الزعتر كتير طعمته طيبة مع الدجاج. كزبرة يابسة معلقة طعام. زنجبيل معلقة طعام مليانة. فلفل اسود نص معلقة طعام. نص معلقة طعام كاري مشان اللون، مو بس مشان الطعم، مشان اللون كمان بيعطيها طعم طيب. كركم، عفوا مو كاري، كركم. ومعلقة طعام هيل مطحون. بهار دجاج، اي بهار دجاج عندكم بتلاقوه بالماركت جيبوه. معلقة واحدة بس. هاي كل بهاراتنا. ونخلط. شوية زيت زيتون بنحط لهم تقريبا هيك شغلة نص كوب. عرفتوا شلون؟ هيك. اللي بيحب يحط زيت نباتي بحط. وهي الخلطة مثل ما شايفينها. بنكتها وين؟ بنكتها على الدجاجات. طبعا الدجاجات فيهم خل،
يعني المادة السائلة راح تصير أكتر. ونقلب وقلبها قلب. شوفوا المنظر من أجمله. ما شاء الله. هاي هيك قعدتنا هون. عاداتهم هيك حلوة، هيك بسيطة وجميلة. بجيبوا لكم المانجل هنا، بجيبوا لكم اياه جاهز، لا تشغل فحم ولا تتعب حالك. هيك بتقعد هون قاعدة، بحطوا لك مفرش، جيبوا لك هلا صحون والاغراض. شو؟ جيب الخبزة. جيب الخبزة؟ يلا جيب الخبزة. وين الدجاجات؟ هاي الدجاجات صاروا جاهزين. يا سلام. شوفوا يا جماعة، نحن يعني هلا اللي بده يعمل يطلع مشوار، اللي بده ينبسط وكذا، مو ضروري دائما يعمل لحمة وكذا ومشاوي وكذا ويتكلف. هلا شوفوا نحن عاملين شوية جنحان وفي منطقة هيك حلوة وطالعين عليها، ونعمل نقعد ننبسط بالقعدة ونعمل مشاوي وخلص. الغاية أهم شيء السيران، ودائما القرنة هيك البسيطة ما في أحلى منها، يعني في أحلى منها. شوف ما أحلى هيك قعدة. هاي كلهم أتراك هون، ما أحلاهم، قاعدين مبسوطين، كلهم جيران بعضهم. هلا جابوا لنا هالمنقل، يا سلام، ما شايفين ما أحلاه. وهي ورد عم بيبركش بالشنتاي، مدري شو بده يطلع. هلا نحن عم نظبط السفرة تبعنا ونبلش شوي دغري. يعني جايبين شفتوا الجنحان والسلطة متبلينها، وهلا أمورنا جاهزة إن شاء الله.
قدر قدر قدر. يا سلام يا سلام. يا سلام. حتى السلطة له طعم خاص. شوف سلطة مع ماما. شلون مستويين، شايف؟ ما شاء الله. مع شوية حمص هون حاطين عليهم شوية هيك تبلة حدة. روح. والله يا سلام يا سلام يا سلام. شايفين هيك يظبطوهم. وين في فاتح يتحطوه على النار حتى يتحمر. شوفوا شو سخن سخن على طول. بسم الله. نقلبهن. يا عين يا عين. هلا نتغدى. الله يسلمك يا بابا. هلا نتغدى. سوينا كاسة شاي. هلا اجا وقت بريق الشاي. نعمل له هيك ونحط له مكان. السلام عليك. اول شيء بنظبط له القاعده، بعدين بنهوي له يصير شو يشتغل النار. جمرت جمرت جمرت. يا سلام. شايات على الفحم. يا سلام. كاسة شاي على الفحم. يا سلام. فخامة. حبة برازة. ترش ترش. وراك الطبيعة. والهواء والعليل. يا سيدي الشاي على الفحم بيسوى طعمته ضعفين الشاي على الغاز. شي رائع والله. شو رايكم بالمنظر؟ يا سلام يا سلام. وهيك انتهى الفيديو تبعنا. صار الدنيا ليل. شوفوا شلون ليلت الدنيا. كان معكم الشيف نبيل. اهم شيء لا تنسونا من صالح الدعاء.
شاء الله كنا خفيفين للظل عليكم. باي.